تشكيل كبير جدا استاذ محمود، استاذ محمد، استاذ خالد، مهندس دكتور. بصوا انتوا هتيجوا تنبهروا. طلع على استاذ محمود صالح كيان، عاملين عروض وخصومات جباره. كل متابعين القناه، اي حد متابعين مروه يبلغوهم وان شاء الله تستفيدوا من العروض والخصومات. برضه بسم الله ما شاء الله مستلزمات عاليه جدا. ما شاء الله. شغل الكتان ده طالع موضه قوي، اللي هو اللي ده بنهتم بالتفاصيل قوي. تمام. ده كله مانوريل، ده طبعا كل الاوام ده كلها خشب زان. تمام. زي ما انت شايفاه كده الجلاكسي معالج كيميائي اللي هو بقعه نزلت عليه بيتغسل كله اهو. ما شاء الله. بنحاول بقى نطعم الكشن كده زي ما انت شايفه. ودي برضو معاها يعني دي برضو بتتفرج على اوضه النوم. جوه اوضه النوم من اوضه النوم اللي هي بسم الله ما شاء الله المودرن الناعمه جدا السندل. بسم الله ما شاء الله بسيطه جدا. بص على التقسيمه بتاعتها. هو صالون زي ده عامل كام؟ ده حضرتك نزل عليه السيل، والمفروض كان بره الخصم بيعمل 46. ان شاء الله لو الزبون مثلا بياخد نوم وسفره واطفال وصالون من عندي بيحسبوا له بخصم كويس طبعا ب 42. حضرتك في ناس هنا بتاخدوا مني بتبيعوا برقم فلك. ما شاء الله. الحمد لله المسطره بتاعته عندنا، وعندنا من الطقم بسم الله ما شاء الله زي ما قلت لحضرتك كميات انتاج. خط انتاج من الطقم الواحد. جميل. اول صالون زي اخر صالون ما شاء الله. تمام. غرفه نوم. بص بقى على اوضه النوم اللي اسمها النورهان. اوضه جميله جدا النورهان وبسيطه. الشاق الموديل. تمام. بيبقى يمين وشمال تطبيق بومبي كده. طبعا دي ضلفه دريسنج فيها سنس المفروض بينور. تمام. اهو بينور سنس. طبعا اديكي شايفه النجاره والمستوى والتشطيب بسم الله ما شاء الله. دي الترا موديل. الترا موديل. والاوضه دي عايز احكي لحضرتك عليها، فيها تفاصيل جامده جدا. هو باين عليها بصراحه. فيها تفاصيل جامده جدا، مش معنى هي اوضه نوم اتعملت كده وخلاص. انا عايزك تركزي معايا في المعلومه دي او في الملحوظه دي. بص على الجناب البومبي دي حضرتك عندنا في المصنع مش اي حد بيلزق قشره بومبي. ما كانش صنايعي محترف مش هيلزق لك القشره دي. حضرتك القشره دي يا باشمهندسه قايمه نايمه حته واحده، مش بوصل فيها، لان لو وصلت فيها هتجيب لي مشاكل عند الزبون مع درجه الحراره. القشره هتفرقع او هتنسم زي ما بيقولوا بقى. تمام. انما انا القشره دي كلها حته واحده. هتيلي اي حد يجيب لك ان حته القشره ملحومه. مفيش الكلام ده. الكلام ده متطابق على الضلفتين اللي هم الطرافه، البومبي بتاع القعده والبرنيطه اللي واخد نفس الاتجاه. تمام. الكلام متطابق على التسريح.
طبعا هي تحفة تحفة بجد. ده كله ده تسريحة تمام، ده كله ده هنا ايه؟ بومبي قشره واحده كلها واخدة برضو نفس هي فيها صنعه. والكمود ونفس بتاعها الكلام بومبي. بص على والكمود الكمود، بصوا وسط الكمود بيتلزق قشره واحده. ما شاء انا عايز اقول الله لحضرتك ان انا ما بلزقوش قشرتين، هي قايمه نايمه حته واحده ما شاء الله. علشان الاوضه ما تعيبش عند العين. هي اوضه سيمبل بس سيمبل جداً. تحفه جدا بص على تحفه. حته القماش اسمها فتافيت السكر، المتر بتاعها معدي كتكلفه معدي عن السيزر المقلوب واي خامه ثانيه. حضرتك انا بعملها على طقم الصالون قعاد، بس فتافيت مع اختلاف القماش اسمها فتافيت السكر. دي على قطيفه شويه. لا ولا ايه؟ فتافيت السكر بس هي هي يعني لونها اللي كده. هي فتافيت السكر تحس ان هي محببه ايه، شبه السكر. شبه السكر. ودي برضه حته ايدك عليها ناعمه ناعمه كده محببه بس فيها نعومه كده جميله. لا تحفه انا عجبتني. بصوا انا هبعد كده عشان حتى كمان الكرسي بتاعها بومبي برضه يعني. ولما باجي بعمل كرسي ما بعملوش انا اسف تقليدي، بمعنى بهتم بالتفاصيل. الكرسي والشماعه اساس النجوم. بحب اجيب الكرسي واكل من نفس الديزاين بتاع الاوضه ونفس القشره، متزوق كل قشره حته واحده اهي زي ما انت شايفه. قلت لحضرتك مش هتعرفي تجيبي وسط القشره انا بديت منين وانا لقيت منين. مش يعني اصلا كلها حته واحده. بدات امتى وانتهت امتى مش هتعرفي. ما شاء الله. اهم حاجه محترف اللي عاملها ما شاء الله. محترفه جدا في لزق القشره. هي باين عليها بصراحه. حتى اللي هو البانكت بتاعها لا جميله بجد تحفه. وغرفه زي كده تعمل كام؟ دي حضرتك دي بعد السيل ان شاء الله تبقى 48. هي كانت كام مثلا؟ كانت المفروض يعني في ناس حضرتك طب ومتابعين مرة 48 مش يعني هي فكرة ان هي غالية الخامة والماتيريال انا بهتم بالتفاصيل. مش سعر وخلاص انت بتدي يعني. مش في ناس ممكن تديك سعر اقل بس مش نفس الفينش والجودة. اقول لك على حاجة حتة السعر انا ممكن حضرتك احنا الحمد لله مصنعين ممكن اعمل على جد التكلفة، تقلل جودة تقلل. شغال بمبدأ على رأي مثلا كده الصعيدي بيقول لك اطبخ يا جارية كلف يا سيدي. انا شغال بالمبدأ ده في الموبيليا، بمعنى انا حضرتك انا ممكن اكلف اوضه ب 40,000 جنيه واحط الربح بتاعي تمام مثلا ربح صغير تمام، وممكن اكلف اوضه معلش ب 32,000 جنيه بدل ما ابيع ب 42 ممكن ابيع لك ب 32 بس ده على قدها وده على قدها. انا شغال بمبدأ ان انا راجل بخاف على سمعتي. انا الزبون اللي بيدفع فلوس عندي بص انت يعني انت دافع ايه واخد مقابل ايه. حضرتك انا عندي شغل في دمياط ما شاء الله بيعدي 130,000 جنيه وبيعدي 140,000 جنيه ما شاء الله. 38,000 جنيه. هل مكسب 130,000 جنيه مش مكسب زي مثلا 48؟ المكسب واحد بس دي بتكلفه ودي بتكلفه. كل حاجه بتاعتها عندنا ماتيريال مختلف. اهم حاجه الجوده. الاوضه خفيفه اللي ما تقبلوش على نفسي تمام مش هتقبله على غيري. انا لما بعمل موديل زي ده بعمله لنفسي انا، ما بعملوش لعميل. ما شاء الله لبيتك ما شاء الله. هو بقى يتكلف بقى حسب ما يتكلف. تمام. انا اقعد اروح عند بتاع مثلا كذا ولا كذا ولا الكلام ده، لا انا بديها حقها في النجاره وبخدمها من اعلى المقبض وبخدمها من اعلى القماش. ما شاء الله. ولو قدامي مقبض ب 15 جنيه انا اسف ممكن احط المقبض ابو 130 جنيه. ما كل حاجه بيزود قيمه الحاجه. بيزود قيمه الحاجه. ما قيمه زي اللي احنا شايفينه في الحاجه زي كده. مقبض زي ده زي مقبض حضرتك ده معلش هو العميل ما شافش حاجه ان انا اوفر في مقبض بس انا معلش اصل انا مش هصرف نجاره واصرف ماتيريال واجي على حاجه لا انا صارف من اساسياتي من الالف للياء كل حاجه ماشيه صح. حته القماشه لما باجي اقطعها يا باشمهندسه مروه حته القماشه دي انا ممكن اعملها لك سيزر سيفيا جلد مقلوب تمام. حته القماشه دي الماتيريال بتاعها عالي كتان تركي واخده نفس التطبيعه. حضرتك انا ممكن كنت شديتها لك ساده ماشي ايدك هنا حضرتك على حته القماشه هتلاقيها مطلعه فيها شغل خياطه فعلا داخليه. انت مش هتاخدي بالك من الحاجات ما خدتش بالي فعلا بس حضرتك الترز عملها وتعب فيها عشان يعمل من احسن الاوضه واحسن الماتش واحسن القماش. ما شاء الله. لا جميل بجد سيمبل ورقيقه. الشماعه عندي مختلفه معلش تحفه. الشماعه عندي تديكي مرايه من قدام تديكي تعليق وتديكي حاجات تحط تطبيق او ممكن تحطي حاجات عليها برضو تانية. انا ما ينفعش احط شماعه انا اسف من التقليديه اقل بمستوى الاوضه. صح. لا جميل. وضعها ما يسمحلهاش. وضعها عالي. هو وضعها
لا جميله فانا ما بعرفش ولونها، اصرف على حاجه. الالوان دي كمان نازله موضه، القشره نفسها نازله موضه جامد. فما بعرفش اصرف على حاجه لما يكون وضعها يسمح لها. تمام. بس لا شايف المكان هنا تخامة مميز السرير لو بتحبي والإيجار. التميز والاختلاف. بص على تخامه السرير، بص على تخامه الشغل. ما شاء إحنا لينا نجاره الله. معينه بكبس معين، تقسيمه معينه بالزياده. تقسيمه الشغل كأني رايح بيت. لا بص تقسيمه الدولاب والدريسنج بالزياده. الرف حضرتك ما وتطبيق تعرفش وشماعه. ما شاء الله النجارة. نفس بص على الدرجه. طقم التجميع. ما شاء الله. واو. السرير بقى تحفه فنيه. طبعا، فبحاول اقول للعميل اعرف انت بتدفع ايه وتاخد مقابل ايه. بس ده اللي انا عايز اوصله للعميل، ان انا لما باجي اعمل حته شغل انا بعملها لنفسي. جميله بجد. كمان لأن الحاجه كده الربح مرفوعه. انا اخده، او الحسنه كده اللي طالعه لنا انا اخدها. صح. القشره اللي هي الشروازيه والقشره الشروازيه؟ البلداوي. الشروازيه بكون فيه شروازيه، قشره ارو طبيعي مفجر. تمام. انا فكرتها دهان. لا من شروازيه باين. كلها مفجر. بص على طريقه القشره دي من اغلى انواع القشره، اسمها بلداوي. 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 لان القشره دي غاليه قوي بالمتر. ما شاء فمعلش الله. يعني. والاكسسوري بتاع شوف المقبض. مقبض شيك. بجد العشاق التميز والاختلاف تيجي هنا تلاقي كل جديد. ما شاء الله. بصوا التقسيم، انا لا لازم ابعد بقى كده عشان يشوف. يمين زي شمال الدريسنج كلها. بص على حته القماش، عشان انا شغال بخامه واحده وماتيريال واحد. حته القماش برضه في تفاوت السكر اللي هي غاليه جدا. بص على طريقه الليد. مباريك. مش محتاجه بقى حاجه جنب السرير، هي الاوضه كامله متكامله. بص على التسريحه بتاعتها، تفاصيلها كتيره. واخده شغل جامد. بصوا بقى النور، الاضاءه بتقيد وتطفي من هنا. اهو بص. تاتش. لمسه بس بسيطه كده خلاص اهي. بس هو يعملها لكم استاذ ماما. تاتش اهي. يعني بيريحوكي خالص. بص للتفاصيل، معلش ما دي كلها تفاصيل مهمه للعروسه. بتحط الاكسسوارز بتاعها، ادارات، ضلفه، فيها الضلفه وفيها اللفف وفيها الادارات، يعني بسم الله ما شاء الله. مش محتاجه حاجه فيها فيها. الازاز عندي لازم بعد ما احط له الشط في الليزر، مش حته الازاز اتحطت وخلاص. الاستانلس عندي كله دبل. دي حاجات مميزات الزبون ما بتفرقش معاه، بس بتفرق التكلفه. اكيد تحسيكي كده واخده مش مرايه عاديه. انتي حتى البرفين بتاعك وكل حاجتك تلاقيها موجوده. البرواز تقليدي، البرواز فيه افكار، في بيت كهرباء وفي مهندس ديكور قاعد بيصمم لك. تمام. طبعا البانكت بتاعها برضو كمان عجبني ان هو عالي، تقدري تمسحي براحتك. بص على النجاره والتشطيب والخامات. واو. اهم حاجه الخامات، متاح تنفيذها على اي لون، على اي تنجيد. طبعا. تمام. تعالى بص برضه على رف النون دي. طب وسعرها؟ دي احسبها ان شاء الله تبقى بعد الخصم زي ما قلت لحضرتك، لو عميل خد مني نوم سفره وسط السيل 46. 46. تمام. كمان متاح عندنا غرف اطفال. غرف اطفال مميز بالالوان، مميز بالمقابض، مميز بالموديل، بالاوبشن، بكل حاجه الحمد لله، يعني توفير من ربنا. ما شاء الله. بص على نجاره، بص على افكار التسريح. شبابي يعني دي اوضه شبابي بسم الله ما شاء الله. بص على النجاره دي واخده قشره من جوه. طبعا. بصوا لزقها كلها قشره ارو مفجر كلها. والعميل برضو لو عايز نجدها بص على افكار التسريح. ده فكره التسريح اللي الله. بص على النجاره برضو ده شكل كده. دولاب 2 متر. بص برضو على مستوى النجاره لان دي شيء مهم جدا. بص على السرير، بص على الموديل، الشغل فيه بقى. ما شاء الله. ده ال2 سرير. 2 سرير 120 وكمود ما بين السريرين والدولاب 2 متر والتسريحه وكرسي التسريح. جميله. غرفه زي كده عامله كام؟ دي ان شاء الله بتبقى بعد الخصم 26. 26. عندنا متر ونص، هيبقى الدولاب متر ونص والاثنين سرير 120 بدون تسريحه، والدولاب بيبقى متر ونص بدل ما هو 2 متر. دي بتعمل مثلا 19 ونص. 19 ونص. بنفس النجاره ونفس بنفس الخشب بنفس كلها. زي ما قلت لحضرتك قبل كده برضه في اول الفيديو، الحمد لله عندنا منها الستة مثلا، او الستة مثلا بيبقى 6 2 متر و6 متر ونص.
الحمد لله جاهزين خطوط انتاج. يعني جاهزه للاستلام جاهزة فوري. للاستلام فوري يعني. ما شاء كل غرفة الله. ان شاء الله معروضه 2 متر، عندنا منها المتر ونص. ما شاء الله. والشرح المتر ونص عندنا منها ال 2 متر، عشان اعرف اكتر تشكيله المعرض زي كده مثلا، تمام. زي حاجه زي كده. حاجه زي كده بتبقى برضه نفس الكلام، بتبقى 2 متر و2 سرير 120، والكومود والتسريح. جميله دي ال 120 مش المترين. لا دي 2 متر زي دي. طب نشوف لهم وريه حاجه متر ونص. متر ونص طبعا متاح في المعرض تشكيل كبير. طبعا. جبتهم. دي جميله قوي برضه، متر ونص. ام عيون جريئه. طبعا. انت ادخلي اسالي على محمود قولي له عايزه اوضه ام عيون جريئه. اوضه جميله مميزه بالنجاره الحمد لله يا رب. اديكي شايفه التقسيمه. هنا التطبيق، هنا رف وتعليق، وهنا التطبيق، وده الكومود، ومعاها 2 سرير 120. لا انتوا فعلا بتهتموا بالاكسسوري قوي. جميله. الاثنين السرير نفس الديزاين سرير ده. 120، كومود ما بين السريرين بالبرواز، والدولاب متر ونص. في ده- حاجه زي تانية كده تاني. يعني دي مختلفه عن دي. ماشي. ده ده الكومود اللي بين الكومود السريرين. بتاعها. جميل. وده السراير بتاعتها فين؟ دي سراير، انا اتلخبطت معلش. دي سريرات. دي بقى حاجه كده تانية. حاجه تانية، ده الدولاب، ومعاها 2 سرير 120. ده اللي الاثنين سرير بتاعها 120، بس الحاجه طبعا اكيد مش واضحه قوي عشان مش لا عشان مش منصوبه. والكومود ما بين زي ما انا شفت غرف النوم وهي منصوبه كانت شيك جدا. طب غرفه زي ال 150 دي تعمل 19 ونص. 19 ونص. 19 ونص بس نجاره. امم بديك اساسيات نجاره عندي، اهم حاجه النجاره. اهم حاجه الخشب. اهم حاجه النجاره عندي. ما شاء انا الله. عايز العميل اللي بياخد اوضه يلف بعد سنه، بعد 2، بعد 10 يرجع لي. يبقى زبون مكان، صاحب مكان، صاحب مكان. يجي بيدخل المعرض ما على اعرفش طول. اشتغل بحاجه خفيفه لاني اتعيب على سمعتي بعدين. ده اللي انا عايز اقوله لك، خامات ثم الخامات ثم الخامات. ربنا يوفقكم يا رب. مميز، وكأن الناس كلها عارفه كأن اكيد الحمد لله. اكيد ان شاء الله يجوا يعجبهم يعني المكان، إن شاء الله. ويسالوا عن المكان، وباذن الله يستفيدوا من العروض والخصومات باذن الله.